أبطالي الحلوين دفعة 25 عاملين ايه؟ وحشتوني جدا، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي تبدأ تالتة ثانوي صح. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تصلي على النبي. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أول نصيحة وهي إنك لازم تقرب من ربنا. عشان انت ما تنتظرش ان انا هتعب واذاكر واعمل اللي عليا. بس إن انا مش هصلي، يعني انا في ناس لغاية دلوقتي انا اعرفهم معرفة شخصية مش بيصلوا. ففكرة انت مش بتصلي ومش بتقرأ القرآن والكلام ده، الأهم من الاجتهاد والأهم من المذاكرة والأهم من كل اللي انت ناوي تعمله في حياتك هو توفيق ربنا. انت عمرك ما هتتوفق وانت قافل كل البيبان ما بينك وما بين ربنا، قافل باب الصلاة وباب القرآن وباب الصيام وقافل كل الأبواب اللي بينك وبين ربنا. فأهم حاجة دلوقتي هو انك ما تقفلش باب ما بينك وبين ربنا. اسعى وذاكر واعمل اللي عليك بجانب انك تصلي وتدعي وتقرأ قرآن. خلي دايما عندك ورد قرآني، حاول تلتزم بصلاة الفجر وهكذا. تاني نصيحة وهي نقي صحابك. بجد هتقولي ايه علاقة ده بالمذاكرة وتالتة ثانوي؟ هقولك نقي صحابك. الصاحب ساحب بلغتنا، تمام. الصاحب ساحب يعني ايه؟ يعني دلوقتي انت ما تروحش او انت ما تروحيش تصاحبي واحده بتقولك يلا بينا نكت من الدرس. اللي ذاكروا خدوا ايه، البت ملهاش الا بيت جوزها. ولا واحد تاني يقولك يلا يا عم نروح نلعب ساعتين في البلاي ستيشن ويعني مش هنسقط من مره. ويا عم كبر دماغك ومحدش من اهالينا هيعرف. ما تصاحبش الناس اللي من النوعيه دي. هتقولي لا دول طيب دول كده وهم اصحابي من زمان، بس انا يعني ما بتأثرش بيهم، هتتأثر بيهم في ثالثه ثانوي. فبعد اذنك ابعد عنهم، مصلحتك ثم مصلحتك ثم مصلحة. هتقول دي هتبقى انانية، اقول لك خليك اناني عشان ده مستقبلك، ده مش مستقبل فلان ولا مستقبل علان ولا حد منهم هيتضرر. انت بس اللي هتتضرر، فده مستقبلك. اي حد بيشدك لورا ابعد عنه. تالت نصيحة ودي الأهم، إنك ما تبدأش السنة وأنت سخن جدا، اللي هو أنا هحل، أنام ساعتين وأحل تلات أربع كتب في كل مادة. ما فيش الكلام ده، صدقني ما فيش الكلام. هتبص اللي بيطلع بسرعة بينزل بسرعة. يعني إيه؟ يعني أنت دلوقتي طلعت بسرعة البرق، اللي هو أنا بحل كتابين وبنام 4 ساعات وما بشوفش النوم وبشرب 3 لتر قهوة والكلام ده. أنت متخيل إن أنت كده هتكمل بعد أول أسبوعين أصلا مش أول شهر؟ لا مش هتكمل. طيب انا عايزاك تبدا متوسط، ولا تبدا نايم قوي ولا تبدا شادد قوي. طيب هتبدا متوسط ازاي؟ هتنام عادي من 6 ل 8 ساعات زي ما بتنام في ايامك العاديه، تمام. ولو انت بتنام اكتر من كده لا، فانت لازم تنظم نومك انه يبقى من 6 ل 8 ساعات. طيب بعد كده مذاكرتك هتبقى في المستوى المتوسط، اللي هو انت هترجع من درسك تذاكر الدرس، سواء بقى بتقرا بتحل على طول براحتك. بعد كده هتحل الواجب، بعد كده تبقى جايب كتاب تاني اضافي مع الكتاب بتاع المستر تحل منه. كده انت هتبقى حليت كتابين في المادة دي ومذاكر الدرس ده. ما تقولش بقى لا ده قليل انا مش هعرف انا مش عارفة ايه. مفيش حاجة من الكلام، كل اللي انت بتقوله ده هجص بجد. انا اكتر واحدة في العالم جابت كتب، انا الكتب كنت بوقفها كانت بتبقى طولي وانا اصلا طولي 173، فانت بقى متخيل. واقسم بالله نصها فاضي، تمام. فانت جيب كتاب واحد بس اضافي في كل مادة، تمام. رابع حاجة متهيألي إحنا وصلنا للرابع، ما علينا. رابع حاجة وهو ممكن البعض يشوفها سخيف، وهو إنك تكتب يوميات. ده هتحتاجه في إيه في تالتة ثانوي؟ أنت هتحتاجه جدا. إن أنت هيجي عليك وقت ولا حد بيسمعك ولا أهلك ولا أصحابك ولا أي مخلوق هيسمعك، تمام. فأنت هتبقى عايز إن أنت تفرغ مشاعرك، آم، تطلع الكبت اللي جواك، كل الكلام ده. طب الكلام ده يحصل امتى؟ لما تكتب يوميات. طب انا ليه بقولك انك تكتب يومياتك؟ عشان دي عن تجربة. انت هتحس انك بتفضي حاجة جواك، بتفضي طاقة، سواء طاقة ايجابية طاقة سلبية، بتفضي حاجة من جواك على اساس انك ما تفضلش على طول مخنوق، فاهم. وده عن تجربة، يعني صدقني هتحبها جدا بعد تالتة ثانوي، لانك لما تقرأ بعد كده مذكراتك هتقول اللي هو انا ازاي مريت بكل ده، تمام. وهتبقى كل شوية بتستمد من المذكرات دي بقوة. اخر حاجة بقى وهو ازاي اذاكر صح، او ازاي اذاكر كده اساسا. بص انا بالنسبة لي كنت بذاكر ازاي. كنت بمسك الدرس، هنفترض ان ده الدرس، تمام. كنت بمسك الدرس بقرا ويبقى معايا الهايلايت اهو، تمام. وكنت بقرا الدرس بان انا واعلم على الحاجات المهمه او الحاجات اللي ما اثبتتش في دماغي من القراءه، تمام. لما كنت بقرا الدرس كنت بقراه مره بصراحه، بتبقى مره وبتركيز جدا، تمام. بعلم على الحاجات المهمه وببقى كاتبه في الكتاب الحاجات مثلا مستر قالها وهي مش موجوده في الكتاب. بعد كده بعمل ايه؟ بجيب ورق فاضي او كشكول بتاع الماده، تمام. بلخص الدرس ده بطريقتي. طب ايه هي طريقتي؟ انا بلخص بالخرائط الذهنيه.
يعني مثلا العنوان كذا متفرع منه كذا وكذا وكذا، فاهمين؟ وكمان يعني انا احتمال اعمل فيديو عن الخرائط الذهنيه، معرفش عن عايزين ايه. تمام، انا كنت بعمل خرائط ذهنيه، بلخص الدرس على هيئه خرائط ذهنيه، كيمياء فيزياء احياء، انا كنت بلخص كل المواد كده. تمام. طيب انت دلوقتي ما بتفهمش الخرائط الذهنيه ومش حاببها، انت عندك طريقه بتلخص بيها، لخص بيها. لخص بيها المعلومات المهمه، اللي هو انت تشوف مثلا السطر ده تفتكر على طول الفقره كلها، فاهم؟ هو الفكره في كده، على اساس هيبقى كملخص سريع جدا معاك، وهيسهل عليك جدا المذاكره في المستقبل. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو محتاج اي حاجه ابعت لي انستا، تليجرام او واتس، وهتلاقي كل اللينكات تحت في صندوق الوصف، قناه التليجرام، جروب الواتساب، صفحه الفيس، كل حاجه تحت. واللي محتاج اي حاجه يبعت لي، وبحبكم جدا. سلام.